ايه رايكم بقى في الفلتر النهارده؟ طبعا احنا بقالنا كتير بنعمل فلاتر وما عملناش فلاتر غامقه، فانا النهارده حبيت ان انا اجيب لك فلتر غامق هيمشي معاك، هيخلي صورك جامده قوي وعميقه. فتعالى اقول لك بقى ازاي تقدر تنزل الفلتر ده وتضيفه على صورك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده الفلتر جامد قوي عشان الفلتر غامق وهيخلي صورتك غامقه كده وفيها عمق، وينفع معاك في الصور العميقه والصور البورتريه او الصور الكادر الواسع. وهوريك النهارده على كذا صوره معانا في الشرح. وطبعا القناه بتاعتي بتتكلم عن التعديل والمونتاج بتليفونك مهما كان تليفونك، ممكن نطلع بصوره كويسه قوي بسبب كواليتي الاضاءه اللي هيكون معانا او الاضاءه بتاع الشمس. هنستغل الاضاءه بتاع الشمس عشان نطلع بصوره او فيديو كواليتي بتاعه عالي. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وشد حيلك شويه عشان نوصل على 1000 مشترك، عشان اعمل لك مفاجاه حلوه قوي في ال 1000 مشترك ان شاء الله. اول رقمين معانا في الباسورد 80. ازاي تقدر تضيف الفلتر ده على كذا صوره عندك على برنامج لايت روم؟ الفلتر بعد ما بننزله بيكون موجود عندنا جوه بالصيغه دي كده، نشوف قبل بعد كده على البرنامج من جوه. هذا الفلتر زي ما انت شايف كده غامق وعميق وينفع معاك على صور كتيره. طبعا احنا بنعمل ايه؟ احنا هنسيب الفلتر ده عندنا ونضيفه على الصور كلها. يعني انا اقول لك الطريقه. هندوس على الثلاث شرطات اللي فوق دول كده، ماشي، وفي كلمه هنا اسمها سيف بريسيت موجوده تحت اهي، سيف بريسيت. هندوس عليها كده، ماشي. في هنا كده اول حاجه عندنا بتفتح لي قائمات اللي موجوده عندي على التليفون. لو حابب اعمل قائمه زي ما قلت لك هتدوس على اخر واحده تحت، تبدا هنا كده تكتب اسم القائمه بتاعتك. مثلا لو هنكتبها 80 مثلا اهي، 80، وهنكتب علامه صح. وهنا كده اسم البريسيت ذات نفسه انت بتقدر تسميه اي اسم زي ما انت عاوز. انا اسميه رقم واحد مثلا، دوس على علامه صح كده. انا سيفت الفلتر ايه عندي على برنامج لايت روم. اقدر بقى اعمل كده، ولو اتمسح بقى من عندي ابقى خلاص كده اهو اتمسح نهائي من عندي، مش موجود على التليفون خالص. كده انا سيفت البريسيت بتاعي. ابدا بقى اشوف صوره زي دي كده مثلا عايز اضيف عليها الفلتر. هدوس على ايه؟ كلمه بريسيت دي. طبعا انت عندك ممكن تفتح لك على الاولى او الثانيه. لو فتحت معاك على الثالثه احنا كده صح. ندور بقى على الاسم بتاعنا. احنا كنا كاتبينه 80 موجود اهو، وكاتبين جوه واحد. دوس على علامه صح كده زي ما انت ما شايف قبل بعد. خليك المكان كله عميق كده ويغمق لك الصورة، وبرضه بيخليك الوش حلو مش وحش يعني. ماشي، تعال نشوف صورة تانية مثلا زي الصورة دي كده، ماشي، وندوس عليها. ندوس على رقم واحد قبل بعد. الصورة جامدة اوي. طبعا قفل لك الزوايا كده وخلوا لك غامق سنة. تعال نشوف صورة زي دي كده، ماشي، هنضيف عليها كده الفلتر من هنا، علامة صح قبل بعد. شايف البشرة معانا؟ مفيش اي حاجة والدنيا مية مية، والفلتر عميق وجامد اوي. تعال نشوف صورة زي دي كده قبل بعد. شايف الزرع بقى بيخليك عامل ازاي؟ لون جامد اوي في الزرع برضو. تعال نشوف صورة زي دي كده في مكان مثلا كده زي ده، هندوس عليها وندوس هنا قبل بعد. غمق لي المكان كده، شفت؟ وعطالك اللون الاسود للمكان جامد اوي كده. زي برضو الصور اللي معانا دي كده، نقدر نشوف صورة زي دي كده نقدر نضيف عليها الفلتر من هنا. طبعا انا قلت لك لو فتح معاك هنا كده، فتح معاك على اول واحدة او تاني واحدة، لا هو تالت واحدة، وهندور على الاسم بتاعنا 80 ورقم واحد جوه بس، زي ما انت ما شايف قبل بعد اهو. طبعا الفلتر ده ينفع معاك على صور كتير قوي، وزي الصور برضو اللي هي البورتريه او الصور العاديه، يعني تنفع معاك في صور كتيره. طبعا انا جربت لك على كذا صوره، وانت ممكن تجربها على صور كتيره برضو وتقول لي رايك في الكومنتات. وطبعا الفلتر ده هيبقى غامق، والفلتر اللي بعد منه برضو هيبقى فلتر جامد قوي. عايزك تستنى الحلقه وتكون مشترك في القناه. انا اقول لك بقى ازاي تقدر تنزل اي فلتر من عندي من على القناه، والطريقه واحده. هنخش على اليوتيوب، هتفتح لي على القناه او الفيديو اللي انا واصل لايه، الفيديو اللي انا واقف عليه، او مثلا لو انا ما اعرفش اسم القناه هكتب في الاستديو، ماشي. طبعا انت بتبقى واقف على الفلتر. انا طبعا بختار اي فلتر من اللي عاجبني، ببدا اشوف الفلاتر اللي عاجباني، مثلا دول 5 فلاتر جامدين قوي، ماشي، عايز احملهم. هدوس على الوصف اللي تحت كده وادوس دي، موجود 1 2 3 4 مرقم لك من 1 ل5 الفلاتر. ولو باسورد الفلتر ده بيبقى موجود الباسورد في الفيديو، وبسيبه لك على مرتين. ودوس على رقم واحد كده اللي هو تحميل. اخش على اي منصه من دي موجوده، هيفتح لي كده في جوجل بلاي، ماشي. طبعا الناس بتقول لي انت بتبقى سايب صوره وسيبك من النصب ده، والكلام ده موجود والله كتير، بس انا عايز اقول لك بص، طالما في قبل وبعد اهو في فلتر، انا ما بشتغلكش يعني، ماشي. دوس على كلمه داونلود اللي تحت دي كده. طبعا هيبدا يعد لي 12 ثانيه. انا مش هتخطى اعلانات ولا ادخلك على صفحه تاني ولا اعلانات تخليك تطلع وتخش تاني، لا، زي ما انت واقف كده 12 ثانيه بالظبط هتعد معاك كده. وبعد ال 12 ثانيه هتبدا تحمل الفلتر بتاعك. انا هشرح لك الخطوه دي بكل سهوله. داونلود هي موجوده.
طبعا في صيغه فوق وفي صيغه تحت، لا احنا هنختار الصيغه اللي فوق دي كده. ماشي، دي الصيغه اللي بيدعمها برنامج لايت روم. هدوس عليها كده. ماشي، هو لوحده. ندوس على علامه اكس بس دي كده اللي فوق. ماشي، كلمه تنزيل تحت اهو. طبعا انت لو اندرويد ممكن ينزل عندك على طول، انا هدوس على كلمه تنزيل دي ايفون. ماشي، وفي فتح بقى، فتح في ايه بقى؟ انا عايز افتح انزله على طول عندي، ممكن انزله على طول على الملفات. هو مكتوب فتح ايه؟ فتح فيه ملف خاص. لا يا باشا، انا ادخله جوه برنامج لايت روم على طول. اروح دايس ايه؟ لا، على لايت روم كده، هدوس عليه. هدوس على الكلمه اللي تحت كده، دخل الفلتر جوه برنامج لايت روم. انا كده لو دخلت على برنامج لايت روم هلاقي الفلتر موجود عندي جوه. هطلع بره كده. ماشي، واستنى الفلتر كده. الفلتر يا باشا، ابحث الفلتر نزل عندي اهو. تمام كده. بعد كده وانا جوه برنامج لايت روم كده لحد دلوقتي انا ماشي صح والفلتر نزل معايا صح. طبعا تاني رقمين معانا في الباسورد 81. قبل ما تمشي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل ما هو جديد. وطبعا لو محتاج فلتر معين او محتاج حاجه معينه اكتب لي في الكومنتات وارد عليك على طول. سلام يا صاحبي.